كالعاده الناس الميسكولاسيون راني ما نسيتكمش. ودابا جات النوبه ديال الرجلين، غادي ندير واحد السلسله ديال لي فيديو غادي نهضروا فيها على كيفاش تخدم الرجلين من اجل التضخيم العضلي، كيفاش نضخموا الفخذ القدام، فخذ اللور، الجلوتس، كل ما يتعلق بالرجلين. وكل جزء من هذه السلسله هذه غادي نخصصوا العضله من هذه العضلات، مناش كتكون هذه العضله، احسن تمارين باش نخدموا هذه العضله، كيفاش نخدموا هذه العضله هذه، ونقدروا نساليوها بواحد البرنامج او حتى نساليو السلسله ونديروا واحد البرنامج ديال كيفاش نخدموا الرجلين، باش هكا ما تحتاجش تسول حتى شي واحد، خصوصا الا كنتي غير مبتدئ. معكم حمزه، بريباراتور فيزيك وكوتش سبورتيف وسيرتيفي ناظم في التغذيه، وانا هنا باش نشارك معكم كاع داكشي اللي كنعرف سواء في الرياضه ولا في التغذيه بناء على اسس علميه. الرجلين كيتكونوا من بزاف ديال العضلات، وكيف قلنا كل جزء من هذه السلسله هذه غادي نخصصوا العضله. دابا غادي نهضروا على الكوادريسيبس. باش نفهموا كيفاش نخدموا هذا الكوادريسيبس خصنا نفهموها شي شويه مناش متكونه. سميتها كوادريسيبس حيت فيها 4 ديال العضلات. الكوادريسيبس او الكواد هما القدام، هما الفخاذ القدام، وكيتكونوا لينا من 4 ديال العضلات. 3 من هاد العضلات هادو كيتحكموا لينا في الركبه، ووحده منهم كتحكم في الركبه وكتعاوننا في الثبات ديال الحوض ديالنا. وقبل ما نقولوا كيفاش كنستهدفوا هاد العضله هذه ولا التمارين اللي كيستهدفوا لنا هاد العضله هذه، غادي نحطوا واحد القواعد اللي خصنا نخدموا بهم طول الحصه اللي غادي نخدموا فيها هاد العضله. الا عقلتوا قلت لكم بلي العضلات ديال الفخذ القدام كيتحكموا لينا في الركبه، وباش نكونوا اكثر دقه كيعاونونا اننا نحلوا الركبه ديالنا. فاش كنحلوا الركبه ديالنا ولا فاش كنطلقوا الركبه ديالنا، هاد العضلات هادو كيتجمعوا، وفاش كنطويو الركبه ديالنا هاد العضلات هادو كيتجبدوا. وكيف كنقول لكم ديما من الحوايج اللي كيعطيو نتائج زوينه في التضخيم العضلي هو اننا العضله ديالنا نخدموها وهي مجبده، اولا نمارسوا على واحد الضغط وهي مجبده ما امكن. يعني مثلا فاش نكون هابط في السكوات نهبط السكوات الماكسيموم ديالي، وفاش نكون خدام الليغ اكستنشنز نريقل لا ماشين باش ان ركبتي تكون مطويه تحت مني ما امكن. داكشي علاش القاعده الاولى فاش نكونوا خدامين الكوادريسيبس هو اننا نطويو الركبه ديالنا الماكسيموم. مثلا الا كنت خدام السكوات بالبره، سواء كنت حاط البره على ظهري ولا فوق صدري، فاش نكون نازل كنحاول ننزل الماكسيموم باش نطوي ركبتي الماكسيموم. يعني كتكون ركبتك الا شتيها من الفوق كتكون كتفوت الصبع ديال رجليك. بالنسبه للسكوات بالبره ولا كنتي حاط البره على ظهرك، فراه في هذه الحاله كتستهدف الجلوتس اكثر. ولا بغيتي تستهدف الكوادريسيبس اكثر، هو انك تحط البره فوق صدرك، يعني كدير فرونت سكوات وقدامك كتهزهم شي شويه، سواء تحطهم على شي دياسك ولا شي حاجه تكون كتخلي ان قدامك يكونوا مهزوزين شي شويه، باش منها كتربح شي شويه في الموبيليتي، كتقدر تهبط مزيان في السكوات، ومنها كتستهدف الفخذ القدام اكثر. بالنسبه للليك اكستنشنز فراه لا ماشين ريقلها باش ان ركبتك تطوى من تحت منك لو ماكسيموم. حاجه اخرى، الا كان الكرسي متكي شي شويه يعني واحد 40 درجه تقريبا، فراه كيعطي نتائج احسن من انه يكون متكي غير 90 درجه. علاش؟ حيت انت ديجا كتعوج الحوض ديالك، وفاش كيتعوج الحوض ديالك كتزيد تجبد هذيك العضله ديال الفخذ القدام اللي قلنا واصله للحوض ديالنا. وفي هذه الحاله هذه كنزيدوا نستيموليوها اكثر، ولا كنزيدوا نستعملوها اكثر في لو موفمون ديالنا، سواء كنت كندير السكوات بلا بار ولا كنت كندير الهاك سكوات ولا اللاك بريس. يعني التمارين اللي تكون فيهم رجلي محطوطه كامله على الارض، خصني نتخيل باللي كندفع برجلي كامله، يعني كندفع بالصبع ديال رجلي وكندفع بقدمي الارض باش كندفع، ما نكونش كنركز غير على القدام ديال صباعي. يعني رجلي كنتخيل باللي مرسوم فيها واحد المثلث غادي من الصبع الكبير الصغير للقدم وعاوتاني الصبع الكبير. بالنسبه للكوادريسيبس احسن 3 ديال التمارين اللي كيعطيونا احسن نتائج في التضخيم العضلي هما السكوات بلا بار، سواء الفرونت سكوات ولا الباك سكوات بالطريقه اللي شرحت لكم. ثاني حاجه ليزولاسيون كنستعملوا فيها الليك اكستنشنز. وثالث حاجه هي الليك بريس. هادو هما احسن تمارين، ويكفي اننا نبروغراميوهم مزيان ونديرو فيهم واحد لو بون فوليوم. شوفوا الفيديو ديال كيفاش تقاد البروغرام ديالك باش تفهموا مزيان هاد القضيه ديال الفوليوم، وكيفاش تقادوا البروغرام ديالكم دونطرينمون سواء ديال الرجلين ولا ديال الفوق. اذا يكفي ان في البروغرام ديالكم تحاولوا ديروا واحد ليكزارسيس ملتي ارتيكولير، يعني اللي كيتحركوا فيه بزاف ديال المفاصل، بحال كيف قلنا الباك سكوات ولا الهاك سكوات. مهم واحد التمرين
اللي يكونوا كيتحركوا فيه المفاصل ديالنا كاملين، سواء الركبه سواء الحوض ديالنا، وواحد التمرين ولا جوج تمارين ديال ليزولاسيون. حاجه اخرى بالنسبه للتمارين الكومباوند اولا الميتو ارتيكولير، سواء بالنسبه للكوادريسبس ولا الهامسترينغ ولا اي اكزرسيس واحد اخر بحال مثلا البنش بريس ولا الديد ليفت، فراه هاد التمارين ماشي الهدف هو اننا نديرو فيهم دي ريبيتيسيون كبارين، حيت كيطلبوا منا واحد المجهود عصبي وواحد المجهود ذهني وواحد المجهود عضلي وواحد المجهود كارديوفاسكولير كبير بزاف، حيت هاد النوع ديال التمارين كيكونوا خدامين فيهم بزاف ديال الحوايج دقه وحده. اذا العدد ديال التكرارات كنكونوا كنستهدفوا ما بين 5 و 8 ديال التكرارات، ولا طرنا ل 10 تكرارات. حنا ما خدامينش الكارديو، الناس اللي كيديروا الميسكولاسيون حنا ما غاديش نديروا الكارديو، وكذلك بالنسبه للناس اللي كيديروا الباور ليفتين. اذا بالنسبه لهاد التمارين ميتو ارتيكولير فراه كنكتفيو ما بين 5 و 8 ولا 5 و 10 الى علقنا ديال التكرارات. وفاش كنديروا التمارين ديال العزل بحال ليك اكستنشنز ولا ليك كيرلز، فهاد الحاله هادي كيمكن لينا نوصلوا حتى ل 15 لا ريبيتيسيون، وبالنسبه لليك بريس ممكن نوصلوا حتى ل 20 ريبيتيسيون، يعني ما بين 10 و 15. وبالنسبه لليك بريس نقدروا ما بين 15 و 20، ماشي بالضروره نتقلوا في الليك اكستنشنز ولا في الليك بريس. الهدف هو اننا نوصلوا لهذاك او نقربوا للفشل العضلي، واننا نشارجيو المسكل ديالنا اولا نخليو لا طونسيون على المسكل ديالنا واحد الوقت كبير وهو مجبد. وطبيعه الحال واحد الوقت اللي كيف شرحت لكم في الفيديو ديال كيفاش تبروغرامي لونطرينمون ديالك ولا كيفاش تبروغرامي بروغرام ديال الميسكولاسيون ديالك، واحد الوقت اللي هو معقول. وطبيعه الحال سواء كتخدموا الرجلين مره في السيمانه ولا من الاحسن تخدموا جوج مرات في السيمانه، حاولوا تحترموا لو فوليوم دونطرينمون ديالكم اللي هو ما بين 10 حتى ل 20 سيريه باغ جروب مسكولير في السيمانه. وردوا البال باللي كاين شي دي زيكزيرسيس اللي هذوك السيريات فيهم كيتحسبوا على جوج جهات، بحال دابا مثلا خدام السكوات فراه كتحسب هذوك 4 السيريات راه محسوب درتي 4 السيريات في الكوادز و4 السيريات في الجلوتس. المهم هادشي دابا نهضروا عليه اون ديتاي ان شاء الله. وهذا ما كان بالنسبه لهذا الفيديو ديال الهامسترينغ والكواد. باقي لنا الجلوتس خليتهم في فيديو بوحدو حيت البنات كيسولوني بزاف على الجلوتس، غادي ندير واحد الفيديو معمق ومطول على كيفاش كنديفلوبيو الفاسيي او الجلوتس. هذا ما كان، تهلاو في راسكم.